أهلا وسهلا مشاهدي قناة الدليل تيفي. قبل ما نبداو كنتوجه بسؤال لكل شخص شاف هذا الفيديو: واش انت مع اللاعبين والجماهير المغربية تتعامل بالمثل مع الفرق والمنتخبات والجماهير الأجنبية اللي كنلعبوا معاهم، أو ضد لأن هكذا غادي نفقدوا الروح الرياضية اللي صعيب يتحلى بها أي شعب؟ فنتجاهلوا هاد الهمجية ونقدموا صورة راقية على بلادنا. باش تفهموا قصدي نخليكم تشوفوا هاد المقطع. كيف ما لاحظتوا، رغم خسارة الوداد أمام الأهلي المصري فالجماهير تعاملت معهم بقلة أدب، وهذا الشيء فقط لأن بعض الإعلاميين عندهم كيشجعوا على بحال هاد التصرفات ظنا منهم أن هذا الشيء كيحبط الخصم وكيمكنهم من تحقيق الفوز بكل سهولة. ودابا أجيو نشوفوا ردة فعل لاعبي المنتخب الأولمبي المصري اللي استفز الجمهور بهذه اللقطة الخبيثة، واللي كيتهم فيها هذا اللاعب المسؤولين المغاربة بالرشوة، فطبيعي تتحمل ردة فعل الجماهير الغاضبة. شوفوا ونرجعوا. نفس الموقف، لكن ردة فعل اللاعبين المغاربة كانت راقية وما دخلوش في مشادات مع الجماهير رغم تصرفها اللي ما عندوش مبرر، عكس اللاعبين المصريين اللي ما قدروش يتحكموا في أعصابهم رغم أنهم هما اللي بداو باستفزاز الجمهور وبداو كيتراشقوا معاهم، الشيء اللي تسبب في إصابة مشجعة مغربية. خلاصة القول: خاصك تتمتع بالرجولة وتكون عندك شخصية قوية باش تتحلى بالروح الرياضية وتقدر تتحمل الهزيمة. ودابا اجيو نتعرفوا على الفرق ما بين الجماهير المصرية والجماهير المغربية. شوفوا هذا المقطع. كيف ما شفتوا الجمهور الودادي قالوا ليه هذا هو المكان المخصص لكم، قالوا بسم الله ودخلوا يشجعوا الفريق ديالهم والامور مرت في سلام. ايوا دابا اجيو نشوفوا الجمهور المصري اش دار في مركب محمد الخامس. No!
كما لاحظتوا تقريبا نفس المكان اللي خصوه هما للجمهور ديالنا، لكن ما عرفتش اش بغاو. وقيلا بغاونا نجلسوهم في المنصة الشرفية، ولا باغيين يبانوا، والله ما فهمت هاد التصرفات. دائما كتبقى نصيحتنا للاعبين والجماهير: كونوا سبوعة ورجالة، وعطيو دائما صورة مزيانة على البلاد، وما تنساقوش وراء هاد التصرفات الهمجية الصبيانية. وصلنا مشاهدينا لنهاية الفيديو، إلى اللقاء مع موضوع جديد، في رعاية الله.